بيبدأ الأنمي بتاعنا بولد وبنت كان بينهم معركة، وهو بيهجم عليها وهي بتهجم عليه بسيف الكوتيتسو وبتقدر تضربه بيه، وبعدها بيهدوا وبيوقفوا يتكلموا مع بعض، وبتسأله هو احنا مجرمين وهو بيقول لها لأ، وبنسيبهم وبنروح لشابين كانوا بيتدربوا، وبنشوف إن تدريبهم بيكون بعصيان كبيرة، وبنعرف إن واحد منهم اسمه تشيهيرو والتاني اسمه كوتيتسو، والمدرب بتاعهم بينصحهم وبيقول لهم ما يبقاش كل همكم إن انتوا تقتلوا اللي قدامكم، الأهم من ده إن انتوا تقدروا تسحبوا منهم قوتهم، وده يعتبر الفوز اللي بجد. وبعدها تشيهيرو بيقول له انا هروح علشان احضر الفطار، وكوتيتسو بيقول له هو انت هتمشي عشان انت اللي كسبتني ولا ايه؟ بس تشيهيرو بيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم في المدرسة كانوا الطلاب واقفين، وفي بنت منهم كانت مركزة مع تشيهيرو وشكلها كده معجبة بيه، وفجأة بيحصل زلزال والناس كلها بتقع في الارض، وكل العربيات كانت بتتقلب من شدة الهزة الارضية. بس الغريب ان تشيهيرو ما تأثرش باللي حصل، وفجأة الجو بيتملى دخان لونه احمر، وبعدها تشيهيرو بيفقد الوعي، وفي ناس كتير بتترفع من على الارض من قوة الدخان، وبنشوف تشيهيرو وهو فاقد الوعي بيحلم بواحدة، والبنت دي بتقول له انت البطل ولازم تعمل حاجة ما تفضلش كده، وهو مش عارف هي تقصد ايه. وبعدها بنروح للمستشفى وبنشوف تشيهيرو وهو بيصحى وبيفتح عينيه بيلاقي الممرضة والدكتور بيقول له اخيرا صحيت، وتشيهيرو بيكون مش فاهم حاجة، والدكتور بيقول له انت الوحيد اللي فضلت في الغيبوبة لمدة 5 شهور، والناس التانية كلها كان اخرهم اسبوع وبيفوقوا. والدكتور بيسأله انت حلمت بايه؟ لان الناس كلها قالت له انها حلمت احلام غريبة من عالم تاني، وطبعا تشيهيرو لسه مش فاهم حاجة، وبيسأل الدكتور وبيقول له هو ايه اللي حصل، والدكتور اخده عند الشباك ووراله الدنيا بره عاملة ازاي، والصدمة ان مدينة طوكيو كلها كانت متدمرة والمدينة بقت مليانة ضباب احمر، والدكتور بيقول له احنا ما نعرفش الضباب الاحمر ده جاي منين ولا ايه السبب بتاعه. وبعدها صاحب كوتيتسو بيجيله المستشفى والدكتور بيطمن عليه، وبعدها بيخرج مع صاحبه من المستشفى، وفي طريقهم وهم مروحين بيقابلوا صحفي اسمه كاكيهار ومعاه المصورة المساعدة بتاعته، وكان عايز يعمل مع تشيهيرو لقاء صحفي لانه كان مشهور بسبب انه اخر واحد فضل في الغيبوبة، وفضل يقول له هو ايه اللي حصل لك، بس تشيهيرو مردش عليه. وبعدها الصحفي بيزهق وبيسيبهم وبيمشي، وبعدها تشيهيرو وكوتيتسو بيركبوا تاكسي علشان يروحوا، وبيعرفوا من الاخبار ان الضباب الاحمر مالي المدينة واليابان كلها. وبعدها تشيهيرو بيجيله نوبة صداع وبيشوف حلم غريب، والجو حواليه كان لونه احمر، وبيشوف واحد ميت وبيتصدم لما بيلاقيه ابو كوتيتسو صاحبه. ولما بيصحى من الغيبوبة بيسأل كوتيتسو عن ابوه وهو بيقول له انه كويس. وبعدها بيوصلوا عند البيت وتشيهيرو بيقع في الارض بسبب صوت مزعج جدا، واللي كان بيعمل الصوت ده كان ولد وكان عمال يعمله بايده، والولد ده كان معاه بنت. وفجأة بيظهر قدامهم وحش كبير وبيتفاجئوا لما بيلاقوا ان الوحش ده ابو صاحبه كوتيتسو، وتشيهيرو كان عاوز يقتله بس طبعا ما كانش قادر يعمل كده، والوحش بيضربه بسكينة. وفجأة بيخرج من تشيهيرو قوة شبه النار وبيكون لونها احمر، وبيستعمل عصاية وبيروح يضرب السلاح بتاع الوحش، وبنشوف ان عينيه كمان اتحولت للون الاحمر، وتشيهيرو بيقدر ان هو يقطع ايد الوحش وبيقضي عليه بضربة واحدة. وبنشوف ان الولد الغريب ده كان متضايق ان تشيهيرو فاق من الغيبوبة بتاعته، والبنت اللي معاه بتقول ان تشيهيرو خيب املها. وبنشوف بعدها ان تشيهيرو بيرجع لطبيعته، وبيعرف ساعتها ان هو قتل ابو كوتيتسو صاحبه، وبيفضل مصدوم ومش عارف هو عمل كده ازاي، وبيقعد يصرخ وكان متضايق جدا. والبنت دي بتيجي وبتحاول تهديه، وفجأة تشيهيرو بيغمى عليه تاني وصاحبه بيجري عليه بسرعة علشان يلحقه، بس البنت دي بتطمنه عليه وقالت له ان هو فاقد الوعي. وكوتيتسو بيسألها وبيقول لها هو ده ابويا اللي تشيهيرو قتله؟ وهي بتقول له ايوه وانا هشرح لك كل حاجة بس بعدين. وبتوصل الشرطة والصحافة بس الشرطة بتمنع الصحفيين من الدخول، وبعدها بيسألوهم عن الوحش بس محدش بيجاوبهم بحاجة مفيدة. وبعدها بيمشوا وبيروحوا على البيت، وكوتيتسو بيسأل البنت دي وبيقول لها انت مين؟ وايه الوحش ده؟ وايه اللي حصل لتشيهيرو صاحبي؟ وبيقول لها هو الولد الغريب ده هو اللي حول ابويا الوحش ولا ايه؟ والبنت قالت له انا هقول لك على كل حاجة بس مش دلوقتي. وبعدها تشيهيرو بيحلم ان في بنت بتموته وبيصحى مفزوع من الحلم، والبنت بتقول لتشيهيرو انت ارهقت نفسك جدا. ولما بيبص على جسمه بيلاقي ان هو سليم ومفهوش اثار لاي حاجة. وبعدها بيسألها عن كوتيتسو صاحبه وابوه، وبيسألها ايه اللي حصل، وكانت لسه هتحكي له بس هو بيفتكر اللي حصل كله وبيتضايق جدا وبيزعل. وبعدها بيخرجوا هما التلاتة من البيت،
وبنشوفهم وهم ماشيين بيكون في واحد شكله متغير وواضح عليه ان هو هيتحول لوحش، والبنت بتقول لهم يبعدوا عنه لانه ممكن يتحول في اي وقت. بس بتوصل عربية الاسعاف وبيروحوا مخدرينه واخدينه على المستشفى، والدكتور بيشوف تشيهيرو وبيروح علشان يطمن عليه، بس لما بص في عينيه عرف ان هو حصل له حاجات كتير الايام اللي فاتت. وبعدها بيسيبهم وبيمشي، وبنشوفهم وهم رايحين مطعم، والبنت بتقول لهم ان الوحوش دي بتيجي من عالم تاني وان هي بتظهر على شكل البشر، وبتقول لتشيهيرو انت مالكش ذنب في اللي حصل، بس هو بيتضايق جدا وبيقول لها ان هو السبب في كل اللي بيحصل. وبعدها بيقول لها انت مين، وهي قالت له انت هتعرف بعدين. وبنشوف ان عيونه بتتحول للون الاحمر، بس بيقدر يسيطر على نفسه، وبيدخل علشان يغسل وشه في الحمام، وبيسمع صوت مزعج جدا، وبيخرج بيلاقي بنت بره، واول ما شافته طلعت تجري، وهو بيطلع يجري وراها لحد ما بيوصل عند المدرسة. وساعتها الصوت المزعج اللي هي كانت بتعمله بيقف، بس الولد اللي معاها بيقول لها لازم تكملي، وبيتحول كل اللي في المكان لوحوش، حتى صاحبه كوتيتسو هو كمان بيتحول. والبنت اللي معاها قعدت تشجعه وقالت له ان هو لازم يعمل حاجة، بس هو بيقول لها انا مش هقدر اذي حد تاني. في الوقت ده كوتيتسو بيتحول وكان عايز يقتل الولد الغريب ده والبنت اللي معاه، بس الولد بيستخدم قوته وبيخلي الوحوش يهجموا عليه، وبيقول لهم الموت هيملي المكان. وكوتيتسو كان مش عارف يتغلب على الوحش اللي جواه، وهنا تشيهيرو بيقرر ان هو يقاتل الوحش ويرميه بعيد، وبعدها بيطمن على صاحبه ان هو كويس. وبعدها تشيهيرو بيقتل الوحش بضربة واحدة، والبنت بتفضل تشجعه بكلامها، بس هو كان زعلان ان هو قتله. في الوقت ده بيجي الصحفي كاكيهارا وكان عايز يعمل معاه لقاء صحفي، بس طبعا هو مركزش معاه. وبعدها بيجي الولد الغريب ده تاني وكان معاه وحوش وبيهجموا على تشيهيرو، والولد ده بيخلي الوحوش تكون قوية، والصحفي كان واقف وكان عايز يساعدهم بأي حاجة. وفجأة بيتحول وبيطلع عنده قوة هو كمان، وبيكون معاه المساعدة بتاعته، والوحش بيهجم على الصحفي، بس البنت بتدافع عنه وبتقضي عليه. في الوقت ده تشيهيرو بيقضي على الوحش اللي كان بيقتله، وبيروح يهجم على الولد الغريب ده، بس البنت اللي معاه بتدافع عنه، وتشيهيرو بيفتكر حاجات من ذكرياته وبيقع في الأرض، والبنت دي بتيجي تهديه وبترجعه لطبيعته. وبنعرف ان البنت دي عندها قوة كبيرة جدا، وبنشوف ان تشيهيرو تعبان جدا ومرهق وكان عايز يقتل نفسه. وبنشوف ان البنت اللي تشيهيرو كان بيحلم بيها بتيجي وقالت له ان بعد 40 سنة العالم هيتدمر وهينتهي، وقالت له ان هم اختاروا اليابان علشان يدمروها، وكمان هيدمروا مدينة طوكيو علشان مفيش اي بوابة تتفتح تاني. وبعدها بيروحوا كلهم المستشفى علشان يطمنوا على صاحبة تشيهيرو، وكاكيهارا لقى المساعدة بتاعته وفرح جدا ان هي رجعت لطبيعتها. وبعدها بنشوف اويو جان ويوري رجعوا لابوهم وبيحكوا له على اللي حصل، وبيقولوا احنا لازم نعمل الحواجز المطلوبة. وابو يوري بيقول ان هم لازم يقضوا على سلسلة البطولية، وابو يوري بيقول لها ان هو ما كانش عايز يخاطر بحياتها، بس هي الوحيدة اللي يقدر يعتمد عليها، وهي اللي تقدر تنفذ اللي هو عايزه، علشان كده هو اختارها. وبنشوف تشيهيرو والمجموعة بتاعته كلهم متجمعين، والراهبة بتقول لهم ان هم عملوا مجهود كبير وقدروا ينقذوا الناس، وقالت لهم ان في حواجز بتتعمل في طوكيو، وقالت لهم ان هم لازم يدمروا الحواجز دي علشان ما يحصلش الانهيار اللي هم عايزين يعملوه. وكوتيتسو بيقول لهم ان تشيهيرو مش هيتحمل كل الحاجات دي وقوته مش هتعمل كل ده. وفعلا بنشوف ان تشيهيرو كان مجهد وكان هيقع على الارض، وهم بيقولوا له يروح ينام علشان يرتاح شوية، وهو بيقول لهم ان هو حلم ان في ناس كتير هتموت ولازم يكملوا خطتهم. وبعدها تشيهيرو وكوتيتسو بيكونوا ماشيين، والصحفي بيجي لهم وبيقعد يستفز في تشيهيرو وبيقول له ان ريحة الدم بتفوح منه وان هو عمل جرائم كتير جدا في حياته. وبعدها بنشوف تشيهيرو بيحلم بحاجات غريبة، وبيحلم ان اصحابه هيموتوا، وبيصحى بيلاقي سردين قاعدة جنبه علشان تطمن عليه. وبنشوف ان الممرضة راحت للدكتور اينوكي وقعدت تخبط عليه بس هو ما بيفتحش. وبعدها بتدخل بتلاقيه واقع في الارض ومش قادر يتحرك، وبيطلب منها ان هي تجيب له الدواء، وهي بتقول له احنا مش لازم نعمل المطلوب مننا النهارده. قال لها ما ينفعش، انت لازم تروحي وتعملي كل اللي نقدر عليه. وفعلا الممرضه بتمشي، وبعدها كوتيتسو بيروح مع تشيهيرو علشان يقاتلوا اويو جان ويوري. وبنعرف ان المفروض يوري تقتل تشيهيرو بس هي كانت بتضعف قدامه، واويو جان بيقول لها ازاي تبقى ضعيفه قدام حد مبتدئ زي ده، وبيبداوا يهجموا عليه. وبعدها بتجيلهم تسوباكي علشان تساعدهم، وتشيهيرو بيهجم على يوري وبيقول لها تبعد عن طريقه. وبنشوف
وبنشوف بعدها ان هو قدر يدمر الحاجز بضربة واحدة، وفجأة بيدخل في عالم تاني خالص وبيحلم ان هو في مكان غريب وبيشوف يوري هناك. وبعدها تسوباكي بتهجم على كوتيتسو واويو جان بيهجم على الممرضة وكان عايز يقتلها. وبنشوف تشيهيرو وهو في الحلم بيتكلم مع يوري وبيقول لها انت مين وعايزة مني ايه وايه السبب اللي هيخلي العالم يتدمر، وهي بتقول له انت تقصد تدمير مدينة طوكيو، وقالت له انت كنت بتتصرف غلط لان كده الناس هتموت وهتتحول لوحوش. قال لها انا مش هستسلم وهقضي على الحواجز دي كلها وهتغلب على اليأس كمان. وبنشوف ان اويو جان بيهجم على الممرضة وبيضربها وهي بتهجم عليه علشان تنتقم منه. وتسوباكي كانت بتقاتل كوتيتسو وبعدها بيقول لها مش المفروض ان انت تساعدينا ولا ايه، وهي بتقول له انا كنت غلطانة فعلا بس اهم حاجة انك لسه كويس. وبنشوف ان تشيهيرو كان لسه بيحاول يطلع من الحلم وبيحاول يستخدم قوته بس مش عارف، ويوري بتقول له ان هو ما ينفعش يحرر قوته بالاكراه، وهو بيقول لها بس انا زي ما دخلت هنا بالقوة لازم اطلع بالقوة. وبيفضل يحاول لحد ما بيخرج فعلا من الحلم، ولما بيفوق بيشوف يوري جنبه وبعدها بتسيب المكان وبتمشي. وبعدها بنروح وبنشوف ان اويو جان كان رايح علشان يضرب الممرضة بس تشيهيرو بيجي وبيضربه في بطنه وبيوقعه وبيقدر ان هو ينقذها. وبعدها البنت اللي معاه بترجع لطبيعتها والولد الغريب ده بيسأل على اللي حصل وكان فاكر ان هو قدر يهزم يوري. وبعدها بيرجعوا للكنيسة وتشيهيرو بيكون مستغرب من اللي حصل والبنت اللي معاها عمالة تتكلم بس هو ما كانش مركز معاها خالص وبيقول لها تسيبه لوحده. وكوتيتسو بيقول ان البنت اللي حاربها طلعت وحش من غير ما حد يكون قريب منها وهو مستغرب ازاي ده حصل. والراهبة بتقول ان كوتيتسو قتل واحدة من دولة الحماة وقالت لهم دولة الحماة دي منظمة قديمة جدا وكانت بتحمي اليابان زمان، وبتقول ان هم كانوا فاكرينهم اعداء هم كمان زي المنظمة التانية. وبعدها بيجي الصحفي كاكيهارا وبيقول لهم ان في جاسوس بينهم وسرب معلوماتهم للمنظمة التانية وان اللي حصل ده ما كانش صدفة، وقال لهم ان دولة الحماة عارفين كل حاجة. وبعدها بيفكروا ان كاكيهارا ممكن يكون هو الجاسوس وان هو جاي علشان يضحك عليهم، بس بعدها بيقولوا ان هو ملوش مصلحة علشان يعمل كده وبيقعدوا يفكروا مين الجاسوس اللي في وسطهم. وهنا تشيهيرو بيفتكر كلام يوري وبيزعل جدا لما بيفتكر ان امه هي السبب في اللي حصل وان هو ما كانش فاكر اي حاجة عن ذكرياته وهو صغير. وبنعرف ان كاكيهارا كان عنده معلومات عن امه وقال له على الانفجار اللي وقع في مركز ابحاث مؤسسة عفان وان السبب في الانفجار ده كان ام تشيهيرو، وقال له ان الابحاث دي كانت بتتعمل في السر. وبعدها امه ماتت وما لقوش جثتها. وبعدها كاكيهارا بيمسك تشيهيرو وبيفضل يضغط عليه علشان يعترف ان هو اللي قتل ابوه وامه، بس تشيهيرو بيسيبهم وبيمشي هو وصاحبه كوتيتسو. وفي طريقهم بيقابلوا البنت اللي تبع الشرطة وكانت معاها البنت اللي كوتيتسو كان محاربها قبل كده، وبنعرف ان هما الاتنين كانوا من دولة الحماة وقالوا له ان هما مش جايين علشان يحاربوهم، هما بس عايزين يعرفوا اي معلومات عن جرائم القتل اللي حصلت في المنطقة الايام اللي فاتت. وبيقولوا ان اللي اتقتلوا على ايد وحوش شياطين وقالوا لهم ان هما شاكين في اويو جان. والبنت بتقول لتشيهيرو انت من السلالة البطولية فاكيد حاربتهم قبل كده، وبيعرفوا ان ده يبقى الولد الغريب اللي كانوا حاربوه قبل كده. وكوتيتسو بيسألها عن مكانه لأنه عايز ينتقم منه لأنه كان السبب في موت أبوه، وقالوا له إن هما بيدوروا عليه. وكوتيتسو قال لهم إن هو هيساعدهم. وبعدها تشيهيرو بيروح لبيت مهجور وبيشوف عند الورد اللي مزروع فيه دم، وفجأة بيصحى من النوم وبيلاقي إن هو كان بيحلم والدكتور إينوكي بيحاول يعمل تجارب علشان يوصل علاج للحالات اللي بتتحول بس للأسف مش بيقدر. وبعدها تشيهيرو بيحلم بالدكتور إينوكي وكان بيحلم إن حواليه دم كتير. بعدها تشيهيرو بيتصل بالدكتور إينوكي علشان يطمن عليه بس الممرضة هي اللي بترد عليه وهو بيقول لها على الحلم وإن الدكتور إينوكي هيموت، وهي بتروح علشان تشوفه بس بتتصدم لما بتلاقي الشباك مكسور والدكتور مش موجود. وهنا تشيهيرو بيجري علشان يلحقه وهو في طريقه بيشوف يوري قاعدة تلعب مع الأطفال، وبعدها بتسمع صوت غريب وبتروح تشوف ايه اللي بيحصل. وهنا بتلاقي واحدة مقتولة والوحش بيجي وكان هيهجم عليها بس كوتيتسو بيقدر ان هو ينقذها، وبعدها بيطمن عليها وهي بتقول له انها كويسة. وهنا تشيهيرو بيستغرب وهو مش فاهم يوري دي طيبة ولا شريرة. وبعدها بنعرف ان الوحش ده هو الدكتور إينوكي والممرضة مرضتش تقول لتشيهيرو. وبنشوف ان في مافيا بيدوروا على الدكتور وكانوا عايزين يمسكوه، واويو جان بيلاقي جثث كتير بسبب الوحوش. وهنا طبعا هو بيتضايق وبنروح للدكتور اللي مش قادر يسيطر على نفسه وافراد العصابة وصلوا وعايزين ياخدوه بس تشيهيرو بيروح يطمن عليه وبيقول له انت في خطر. وهنا افراد العصابة بيبعدوه عنه وخلاص الدكتور إينوكي بيتحول للوحش وبينط في المية
وتشيهيرو بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعدها بيروح الكنيسة وبيلاقي أصحابه هناك وبيقولوا له الجاسوس اللي بينهم كان هو الدكتور إينوكي، وهو اللي سرب المعلومات. والدكتور إينوكي والشاب الغريب أويوجان يعتبروا إخوات، وكانوا متربيين مع بعض في دار الأيتام، ومؤسسة آفال هي اللي عملت دار الأيتام دي، وهي السبب في كل اللي حصل. وتشيهيرو بيروح يتكلم مع الممرضة، وكان عايز يحمي الناس الموجودة، وبيعرف إن المؤسسة دي هي اللي حولت الممرضة والدكتور للوحوش بسبب التجارب اللي كانوا بيعملوها، وقالت له إن الدكتور شكله قرب يموت. وبعدها تشيهيرو بيروح البيت اللي حلم بيه، وبيلاقي نفس الورود اللي شافها في الحلم، وبيلاقي يوري هناك، وكانت هي اللي بتسقي الزرع، وبتقول له انهم كانوا صحاب وهم صغيرين. بس تشيهيرو كان فاقد الذاكرة، ويوري قعدت تحاول تفكره بكل حاجة. وبعدها بنروح لأويوجان، وبيكون واقف مع الدكتور إينوكي، والدكتور بيطلب منه ان هو يموته لانه ما عادش قادر يسيطر على نفسه. بس أويوجان بيرفض لانه معتبره اخوه مش عايز يقتله، وبيقول له في حل تاني، بس الدكتور مش بيقدر وبيتحول، والولد الغريب ده كان هيقتله. بس تشيهيرو بيجي وبينقذ الدكتور، بس طبعا الدكتور كان خلاص اتحول، وبتبدأ معركة ما بينه وبين تشيهيرو. وتشيهيرو ما كانش عايز يقتله، وبيحاول ان هو يرجعه لوعيه بس ما بيقدرش. وأويوجان بيروح يهجم عليه، وبيروح يحدفه لبعيد وبيهبده في الحيطة. والممرضة بتحاول تلاقي علاج لحالة الدكتور علشان عايزة تنقذه، وبنشوف ان تشيهيرو مش في وعيه، وبيحاول يجمع قوته على الوحش بس مش بيقدر يسيطر عليها، وبيروح علشان يكمل قتال معاه، وبيضربه بقوة كبيرة. وهنا الدكتور بيفوق وبيرجع جزء من جسمه لطبيعته، وبيروح علشان يوقف تشيهيرو اللي فقد السيطرة، وبيمسكه من ظهره علشان يوقفه، وبيقعد يمتص منه القوة بتاعته علشان مش عايز تشيهيرو يتحول لوحش زيه. وبعدها بيموت الدكتور إينوكي، وبيتحول لحجر صغير لونه أحمر. وطبعا تشيهيرو بيزعل جدا عليه، وبياخد الحجر وبيوديه للممرضة المساعدة بتاعته، وهي بتقول له شكرا ان انت فضلت معاه للآخر. وبعدها بنشوف دوكس والراهبة وهم بيتكلموا عن انتهاء الدماء البطولية، وقالت لهم ان واحد بس اللي هيعيش وهو اللي هيتولى امور العالم الجديد، والراهبة عايزة هي اللي تفوز وتبقى اساس العالم. وبعدها رئيس مؤسسة آفال بيجتمع بيهم، وبيقولوا له على انتهاء الدماء البطولية، وهو بيقول لهم ان هم هيقتلوا تشيهيرو زي ما قتلوا الدكتور. وبيقولوا ليوري مش هيبقى لك علاقة باللي هيحصل لانه عارف مشاعرها اتجاه تشيهيرو. وبنروح لتشيهيرو اللي كان قاعد يفكر في الدكتور واللي حصل، وبتيجي يوري وبتقعد معاه، وبتجيب له مشروب يشربوه مع بعض، وبتفكره بامه وباللي حصل قبل كده، وبتقول له على الحقيقة. وبيطلع ان امه والبروفيسور ابوها كانوا شغالين مع بعض في تجربة، بس التجربة فشلت وبلعت امه ودراع ابوه. وبعدها تشيهيرو بيشكرها على المشروب وبيمشي، وبيروح الكنيسة وبيقعد مع نفسه، وبيحلم بكوتيتسو صاحبه وهو مربوط وحوالينه دم، فبيصحى وبيجري عليه علشان يلحقه من الموت. وبيروح يدور عليه في اوضته بس مش بيلاقيه. وبنعرف ان كوتيتسو كان خارج مع تسوباكي بالدراجة بتاعته، وأويوجان والولد اللي معاها قعدوا يطاردوهم. وبعدها بيروحوا يوقفوا في مكان، والتانيين دول كانوا بيراقبوهم من بعيد. وبنشوف ان تشيهيرو بيروح يقعد مع يوري تاني وبيحكي لها عن الحلم. وبعدها بتجيله مكالمة من كوتيتسو وهو بيجري عليه، بس بيلاقي ان هو عايزه علشان مش معاه فلوس يحاسب المطعم. وبنشوف ان الاشخاص التانيين كانوا لسه بيراقبوهم، وأويوجان كان متعصب وبيروح يخطف كوتيتسو، والولد اللي معاه كمان بيضرب تسوباكي. وهنا تشيهيرو بيطلع يجري وراهم، ولما بيوصل بيلاقي كوتيتسو مربوط زي ما شافه في الحلم، ولقى أويوجان بيعوره وقال له لو قربت مني هقتله. وبيفضل يضرب في تشيهيرو وهو مش عايز يعمل حاجة علشان صاحبه. وأويوجان بيقول لتشيهيرو ان انت اللي قتلت الدكتور. وطبعا تشيهيرو بيتضايق جدا لانه كان بيحاول ينقذه مش يقتله، وأويوجان كان رايح علشان يقتل تشيهيرو، بس يوري بتيجي وبتحميه وكمان بتفك كوتيتسو. وهنا أويوجان بيتعصب عليها، وهي بتقول له سامحني ما قدرتش اسيبك تقتله، وبيستخدم قوته من تاني عليه، بس هي بتصده وكان هيضربها بس مسك نفسه. وبعدها بيسيبها وبيمشي. وتسوباكي كانت عمالة تضرب في الولد اللي كان معاه لحد ما أويوجان اجى اخده ومشي. وبعدها كاكيهارا بيجي، وكان الفريق كله مش موجود، وبيجي اعضاء منظمة حماة الدولة، وتشيهيرو كان هو اللي مجمعهم. وبنعرف ان هم ما كانوش بيحبوا بعض وبيبدأوا يتخانقوا، وكل واحد بيستعرض قدراته. وتشيهيرو بيقول لهم ان هم لازم يساعدوه علشان يقدروا يرجعوا طوكيو من غير ما حد تاني يتأذى. ويوري بتقول ان هي موافقة على كلامه، بس منظمة حماية الدولة مش بيصدقوه. وهنا تشيهيرو بيقول لهم ان هو اللي حمى كوتيتسو
كوتيتسو وبيحكي لهم عن اللي حصل زمان، وبيقول لهم ان هو كان كل ما يحلم بحد بيموت كان فعلا بيحصل له كده، بس لما يوري ساعدته قدر ان هو ينقذ كوتيتسو. وبعدها بيقول لهم ان هو يقدر ينقذ البشرية، وان السلالة البطولية تقدر تعيش من غير تدمير طوكيو، وان هم لازم يكونوا مع بعض. بس الراهبة بترفض لانها طبعا عايزة تكون اساس العالم، وبتقول ان هي لازم تدمر طوكيو. وبعدها كلهم بيوافقوا ما عدا الولد والبنت دول، وبيسيبوهم وبيمشوا، وبيقولوا ان هم هينفذوا المطلوب منهم بطريقتهم. والراهبة بتمشي علشان تكمل خطتها الشريرة، وبنشوف ان ابو يوري بيسأل عليها، ولما بيعرف اللي حصل بيقول ان هي لازم ترجع. وبنروح لتشيهيرو ويوري اللي كانوا قاعدين مع بعض وبيتكلموا، والبنت بتاعة الشرطة بتوري الصحفي كل اللي حصل لتشيهيرو وتقرير الحادثة، وبتقول له ان هو ملهوش اي ذنب في قتل عيلته، وان هم لقوا ابوه ميت وهو كان قاعد جنبه ما بيعملش حاجة، بس كل اللي كان بيقوله ان هو اللي قتل ابوه. وبعدها بيغمى عليه، وبنشوف ان اللي حصل هو ان ابوه كان بيخنقه وعايز يموته، بس هو قتل ابوه علشان يدافع عن نفسه، وان هو ملوش ذنب في اللي حصل. بس الصحفي بيكون مش مصدق الكلام ده وبيتعصب. وفي الكنيسة بيتكلموا عن مؤسسة افال لانها بتحاول تسبب مشاكل تانية، ويوري بتقول لهم ان ابوها بينقل الالات علشان كده، وانهم لو عملوا اللي عايزينه كل الناس هتتحول لوحوش. بس الراهبة بتقول لها انت بتكذبي، لان تشيهيرو قال ان يوري معاهم وهما بيصدقوها. وبعدها تشيهيرو ويوري بيقعدوا يتكلموا مع بعض على امه وابوه، ويوري بتديله كتاب كان فيه مذكرات العيلة بتاعته، وفعلا تشيهيرو بياخده وبيشوف ذكرياته هو وابوه. وبعدها بيلاقي ايده متعورة وفيها دم، والبنت اللي تبع الشرطة ميتة، والشرطية دي بتروح تشوف مكان كان ليها علاقة بالحوادث، وبعدها بيهجم عليها. وطبعا كل ده تشيهيرو كان بيحلم، ولما بيصحى بيقول ان هو شاف حلم ولازم يلحق الشرطية. وبنشوف ان الشرطية بتتقاتل مع الراجل، وبيجي المساعد بتاع الشرطية وبيقاتلوا بعض، بس الراجل ده بيقتل المساعد بتاعها، وبيروح يضرب الشرطية بالسيف في ظهرها وبيقتلها. وتشيهيرو بيروح يطمن عليها، بس محدش يعرف عنها حاجة. وبتيجي الشرطية وبنشوف ان هي ما ماتتش بس خلاص جابت اخرها، والصحفي بيمسكها وبتديله حاجة عليها كل المعلومات، وبعدها بتفارق الحياة. وبنشوف ان الراهبة كانت فرحانة ان واحدة من السلالة البطولية ماتت، وقعدت تقول لهم ان يوري هي السبب. وبعدها بيجي ابو يوري وبيقول لها برافو عليكي، نفذتي كل المطلوب منك. وتشيهيرو ما كانش راضي يخليها تمشي، بس ابوها بيقول لها انت مش منهم، انا عايزك تيجي معايا. وطبعا كلهم بيتعصبوا عليها وبيفتكروا ان هي خدعتهم، وبيكونوا زعلانين اكتر على الشرطية اللي ماتت. وتشيهيرو بيحاول يفهمهم، بس يوري بتسيبه وبتروح مع ابوها، وبيروحوا مؤسسة افال، وابوها قاعد يضرب فيها وبيقول لها ممنوع تدخلي المكان ده تاني. وبنلاقي الصحفي كاكيهارا مرمي في الارض، وتشيهيرو بيعتذر لهم عن اللي حصل، بس البنت بتقول له احنا مش هنقبل اعتذارك، وبتقول ان هم ما عادوش بيثقوا فيه بعد اللي حصل من يوري. وكوتيتسو بيدي لتسوباكي الحجر بتاع الشرطية، بس ما بيرضوش ياخدوه بيسيبوهم وبيمشوا، وكمان بيلغوا التحالف. وبنروح لمؤسسة افال وبنشوفهم بيعملوا اختبار للحجر الصناعي بتاعهم على الناس، والناس كلها بتتحول، وابو يوري بيفرح. وبنشوف في الكنيسة الراهبة وهي بتقول ان هما ما كانوش ينفع يثقوا في يوري، والصحفي زعلان علشان الشرطية اللي ماتت وبيعتذر لتشيهيرو. وبتاخد الممرضة الحجر بتاع الشرطية علشان تعمل عليه اختبارات، وبعدها الصحفي بيمشي هو والمساعدة بتاعته. وبالليل الصحفي بيقعد مع تشيهيرو وبيتكلموا مع بعض، والصحفي بيحكي ان هو كان وحيد واهله مش بيهتموا بيه، وبيتفقوا ان هما يروحوا مع بعض يدمروا مؤسسة افال. وبعدها بيروح الصحفي وتشيهيرو والمساعدة بتاعت كاكيهارا وبيلاقوا الجهاز الاصطناعي اللي بيصنع الموجات، وبيقولوا ان خطتهم اللي جايه هي الانهيار العظيم. في الوقت ده بيجي الولد اللي قتل الشرطيه وبيهاجمهم، وكمان بيضرب المساعده، وتشيهيرو بيتحول وكان رايح يقتله، بس بتمسكه روح ابوه وكل الناس اللي ماتوا. وتشيهيرو بيكون مصدوم من اللي بيشوفه ومش عارف يعمل ايه، والولد ده هو اللي كان عامل كده علشان يوهمه ويوقفه. وكاكيهارا بيحاول يحرره، بس بيجي واحد من وراه وبيضربه في ظهره، بس المساعده بتاعته بتاخد الضربه مكانه وبتموت. وهنا كاكيهارا بيفتكر ماضيه وبيتحول وبيبدأ يقاتلهم، وكان متعصب جدا، بس للأسف كان مصاب وما قدرش يعمل حاجة. وبينادي على تشيهيرو وبيتكلم معاه وبيقول له ان هو عايزه يسامحه، وبتيجي البنت وبتضربه بالسيف في بطنه. وكاكيهارا بيقول لتشيهيرو ان هو ما قتلش ابوه، وبيقول له انت كنت بتدافع عن نفسك علشان كنت عايز تعيش. وهو بيتصدم من اللي بيسمعه وبيتحول وبيوجه قوته عليهم، وكاكيهارا خلاص هيموت. وبيجي كوتيتسو وتسوباكي والولد
الولد بيجري وبيجروا وراه، وبعدها كاكيهارا بيموت وبيتحول لحجر أحمر وتشيهيرو بيعيط عليه. وبنشوف دوكسي بيتكلم مع الراهبة وبتقول لها إن واحد من السلسلة البطولية مات، وبتقول إن حتى لو طوكيو اتدمرت خطة الفوضى مش هتقف، والسقوط التاني هيكون عظيم، والفوضى هتنتشر وهتعم في المكان، وإنها مش هترجع عن خطتها حتى لو ما بقاش حد في السلالة، وكل ده علشان العالم الجديد. وبنشوف أبو يوري واقف في مسرح، وده المسرح اللي هيبدأ منه العالم الجديد، واللي هيعزف فيه هو الموسيقار كارك، وهو هيعمل حفلة إحياء ذكرى جيرامان الموسيقي، وده هو اللي قتل الشرطية وكاكيهارا. والموسيقار بيقول إنها النهاية، وبيعمل لحن جديد لإيقاظ روح جديدة، وبيجتمعوا في الكنيسة وبيتكلموا عن المسرح، وإن هم هيستخدموه في الانهيار العظيم، وإن هم محتاجين لناس أكتر علشان المهمة دي. ودوكس بتوريهم الآلات اللي المفروض يدمروها في المسرح، وبتفهم الأوضاع. وأبو يوري بيجهز للانهيار العظيم، وبيقول إن دي هتكون المعركة الأخيرة، وبيتكلموا عن واحدة اسمها تشيو، ودي هتقاتل معاه، وإنها أحسن من بنته اللي سابته. وآيو جان بيتخانق معاه علشان التجارب اللي بيعملها، وبعدها بيسيبهم وبيمشي. والولد المساعد بتاعه بيقول ليوري أنت السبب، وبيسيبها وبيمشي هو كمان، وبيروح لتسوباكي وبيديها ورقة فيها معلومات عن الانهيار، وبعدها بيمشي. وبيتجمعوا في الكنيسة وبيتكلموا عن حفل الموسيقى، والناس كلها هتكون هناك، وبنعرف إن الناس دي هتكون رهاين، ولما يعملوا الحفلة دي هتتحول طوكيو لدمار، وكل الناس هتتحول لوحوش. وفي العملية دي هيستخدموا موسيقى بيانو علشان يحولوا الناس بكل سهولة، وإن هم لازم يقتلوا العازف قبل ما يعزف. وفعلا الناس بتيجي المسرح، وبنشوف الحفلة هتبدأ، وبيجي تشيهيرو وزمايله، والموسيقار بيستخدم قوة الموسيقى بتاعته، وبيحول الحراس كلهم لوحوش علشان تبدأ تقاتل في فرقة تشيهيرو، وبيسيبهم وبيروح للحفلة وبيعزف على البيانو. وبنشوف دايرة بتتفتح من تحته، وبنشوف الولد وهو بيقاتل مع تشيهيرو، وبيطلع ان ده مش تشيهيرو، مجرد خيال شبهه، وتشيهيرو الحقيقي بيروح علشان يهجم على كارك، بس أويو جان بيمنعه، والموسيقار بيستعمل قوته، تشيهيرو بيبدأ يحاربه، والناس كلها بتتحول وبيتجمعوا كلهم في وحش كبير. وهنا أويو جان بيضربه في بطنه، وتشيهيرو بيكسر قوته، وبنشوف ان الوحش بيطلع بره، وتشيهيرو بيكون هيقضي على أويو جان، بس بعدها بيفقد قوته، وأويو جان بيروح يهجم عليه، بس هنا الموسيقار بيستخدم قوته وبيقتل هو أويو جان، وبعدها بيضرب المساعد بتاعه هو والبنت. وهنا تشيهيرو بيتعصب وبيتحول وبيروح علشان يقاتل الوحش والموسيقار، وبنشوف ان قوته كبيرة والوحش مش بيقدر عليه، وبعدها الوحش بيستخدم كل قوته علشان يقضي على تشيهيرو، بس بنشوف ان هو ما بيحصلوش حاجة، وبيستخدم قوة كبيرة وبيقدر يقطع الوحش النصين. وطبعا الموسيقار بيكون واقف مصدوم من اللي بيشوفه. وهنا ابو يوري بيكون حاضن تشيو، وبيقول لها ان الخطة باظت ومش هنعرف نعمل الانهيار العظيم، وبيطلب منها ان هي تساعده، وهي بتوافق على كلامه. وبعدها يوري بتيجي وبيقرروا ان هم لازم يقتلوا تشيهيرو، وهي طبعا بتكون رافضة، وبيقولوا لها ان هو قتل أويو جان، وهي طبعا مش مصدقة اللي حصل. وابوها بيوريها تصوير بحاجات من اللي حصلت، وهنا هي بتصدق اللي سمعته. وبنشوفهم كلهم متجمعين وكانوا فرحانين باللي عملوه، وان هم قدروا يقضوا على الانهيار التاني، وفرحانين بقوة تشيهيرو العظيمة. وبعدها بيروحوا المستشفى، وهارو واكيرا كانوا لسه عايشين، وسيردين انقذتهم هما الاتنين، وبيبدأوا يتكلموا عن اللي حصل وان هم لازم يلاقوا حل. وتشيو بتوري ابوها اللي كانت بتعمله، وقالت له ان هي صنعت نفس البيت والآلة اللي بلعت ام تشيهيرو في الماضي، وبيتكلموا عن انهم مش هيعرفوا يصنعوا انهيار عظيم تاني، بس يقدروا يعملوه بالآلة دي ويخلصوا على العالم اللي هم عايزينه. وهنا ابوها بيضحك وبيكون فرحان باللي بيسمعه، والراهبة طبعا متضايقة من تشيهيرو لانه منع الانهيار العظيم وبقى البطل بتاع العالم، وبتقول ان المفروض ان هو كان يموت وهي بس اللي تبقى، وبتبدأ تفكر ازاي تقتل تشيهيرو كل اللي معاه. وبيجي الموسيقار وبيعرف خطتها، وبعدها بيقتلها وبيولع في الكنيسة كلها. وبنروح ليوري اللي خلاص صدقت ان تشيهيرو هو اللي قتل أويو جان وقررت ان هي تقتله. وبعدها تشيهيرو بيجي هو واصحابه وبيزعلوا على اللي حصل للراهبة والكنيسة لانهم طبعا ما كانوش يعرفوا خطتها. وبتيجي دوكسي وبتقول لهم على مخطط مؤسسة آفال وان هم لازم يدمروا الآلة، وبتقول لهم اختاروا طريقكم بنفسكم. وبنشوف تشيهيرو وهو قاعد في البيت، ويوري بتيجي وبتقعد تتكلم معاها علشان تديله الأمان، وفجأة بتتحول علشان تقتله، بس سيردين بتيجي وبتمسكها وكانت كمان هتقتلها، بس تشيهيرو بيمنعها. وبنشوف ان سيردين مش بتسمع كلامه وعمالة تخنق فيها،
وفجأة يوري بتستخدم قوتها وبتقتل سردين. وبنروح لتشيو اللي بتكون بتجهز الآلة وبتفتحها وبتشغل كل الأجهزة الاصطناعية، وبنشوف إن العالم كله هيتدمر. وتشيهيرو بيشوف اللي بيحصل هو وأصحابه، وخلاص حاسين إن ده وقت الدمار ولازم يلاقوا حل ويوقفوا الآلة دي. وبعدها بيروحوا كلهم وبيقابلوا الموسيقار في طريقهم، وتشيهيرو بيقول لهم روحوا انتوا وانا هقاتل الموسيقار، وهم بيسمعوا كلامه وبيسيبوه وبيمشوا. وبتبدأ المعركة بينه وبين الموسيقار، وبيطلع وحش فيه قوة أرواح الناس اللي ماتت، وبيستعمل القوة دي على تشيهيرو، بس تشيهيرو بيقدر يتفاداه. وتشيهيرو بيستغل وضع الوحش وبيستخدم قوته علشان يهجم عليه، بس فجأة الموسيقار بيضربه في بطنه وبيرميه على الأرض. وتشيهيرو بيحلم ان هو غرقان في الدم، وده معناه ان هو هيموت. بس الصدمة ان هو بيكتشف ان دوكس هي اللي كانت بتخليه يحلم بالاحلام دي، وهي اللي بتتحكم فيه. وبنشوف كوتيتسو والباقيين وهم بيقاتلوا مع الوحوش، وكوتيتسو بيعترف لتسوباكي بحبه. وبنشوف الممرضة وهي رايحة علشان توقف الآلة، وتشيو كانت بتتكلم مع أبوها وبتعرف إن هو اللي عملها واستخدم حمضه النووي هو وأم شيو، وعرفت كمان إن هو مش بيحبها. وبنشوف الممرضة وهي بتتكلم مع شيو، وطلعوا إن هم عارفين بعض من أيام دار الأيتام، وبتبدأ بينهم معركة. وتشيو كانت قوية جدا، وبعدها تشيهيرو بيشوف اللي دوكس كانت بتعمله وبيقرر إن هو لازم يتحرر من سيطرتها. وفجأة بيفوق وبيتحول وبيهجم على الوحش وبيقدر يقضي عليه بضربة واحدة. وطبعا كل اللي موجودين مصدومين من اللي هو عمله، وبيروح بعدها علشان يقاتل الموسيقار، والمساعدة بتاعته كانت بتهجم عليه، بس تشيهيرو بيقضي عليها بضربة واحدة، وبعدها بيقطع دراع الموسيقار وخلاص قرب يقضي عليه. وبنشوف الباقيين وهم لسه بيتقاتلوا مع الوحوش ومش قادرين عليهم، وبيجي الاتنين من دولة الحماة وبيساعدوهم. وبنروح للممرضة اللي بتقاتل شيو عمالة تضرب فيها وبتتعصب عليها جامد جدا، بس تشيو بتوقعها على الأرض. وطبعا كل ده احنا ناسيين الآلة اللي خلاص كانت هتنفجر. وأبو يوري كان فرحان إن هو هيقابل ميتسوكي، بس المساعد بتاعه بيجي وبيحدفه من فوق وبيموته. وبنشوف إن تشيهيرو لسه مكمل وبيلاقي يوري قدامه، وبتمنعه من دخول البوابة علشان يدمرها، وبيقعد يطلب منها إن هي تسيبه، بس هي بترفض وبتقوله إن هو قتل أصحابها وبتروح تقتله. وهو بيكون زعلان من اللي حصل وكان هيضربها ويموتها، بس بيسيبها وبيروح يقضي على الوحوش لأنه مش هيقدر يقتل أعز أصحابه. وساعتها هي بتفوق من اللي هي فيه وبتعتذر له، وبيروحوا هما الاتنين علشان يدمروا البوابة، بس تشيهيرو بيزق يوري بعيد وبيروح هو علشان يدمرها، وبيقول ليوري إن هو بيحبها وعايزها تعيش حياتها. وفعلا تشيهيرو بيضحي بنفسه وبيدمر البوابة، وبكده يكون أنقذ العالم. وطبعا الكل بيكون زعلان عليه، والمشهد بيكون مؤثر جدا. ولغاية هنا بيكون الأنمي بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. استنونا الأنمي الجاي. سلام.